بص بقى، يعني من الطبيعي بعد ماتش الزمالك وسموحه النهارده ان انت تكون استنفذت كل الادويه اللي موجوده. كل الادويه اللي عندك ممكن تكون استنزفتها في ال90 دقيقه اللي انت شفتهم النهارده. سيبك من بدايه الشوط الاولاني الاداء السيء، وسيبك من بدايه التشكيل اللي هي في رايي فيها غلط، مع ان انا متفق معاه في حاجه واحده بس، جبهه فتوح وبنتايج. ان انا قلت الكلام ده من كذا فيديو فاتت، ان انا ليه ما لاعبش بنتايج وينج. وسيبك برضو ان هما ما ادوش في الشوط الاولاني، اللعيبه كلها اصلا ما ادتش. وسيبك برضو من ان انا ضد ان كان عبد الله السعيد يبتدي الماتش ده. يعني انت ملاعبه 8 ليه؟ ما كان محمد شحاته 8 ومحمد اسماعيل 6، وتسيب محمد ابراهيم زي ما هو. سيبك من كل يعني الاختلافات اللي احنا بنتكلم فيها دي. الله يبارك له بزيرة، الله يبارك له، نزل عمل لك اسيست، جبت منه جون واتصاب وطلع. وده انا كنت بقوله من 3 4 ماتشات، ان انت ما تجيش في ماتشات مهمه اهم من الماتشات اللي احنا فيها دلوقتي والضغط ده، وتريح لعيبه. كان المفروض تنجز. وبعدين شيكوبانزا، انا متهيألي يا شيكوبانزا مثلا، يعني انت لو في عهد مرتضى منصور، انت كان نزل، يعني انت كان حبسك في زنزانة النادي لغايه ما ينزل يحقق معاك بنفسه، لان انت في حاجات بتعملها في الملعب ضد الطبيعه، يعني او ضد الكوره، ضد الكوره عامه. وانا متهيألي ان تفكير معتمد جمال بعد الماتش ده، يعني معتمد جمال النهارده كل تفكيره بعد الماتش ده ان هو وابراهيم صلاح هم هيلعبوا في مراكز ايه في الماتش اللي جاي مع اتحاد العاصمه اللي بره. لان هم هيلعبوا، انت بعد الاجهاد والماتش اللي انت شفته النهارده، وبنتايج ربط راسه وبزيرة مسك خلفيته والقصص دي، خلاص يعني انت ما فيش حد. فانت كل تفكيرك في انك انت وابراهيم صلاح هتلعبوا فين. خلاص. مكسب النهارده اداك فرصه زياده في حسم الدوري. انت كان المفروض تكسب الماتشين تاخد الدوري. اداك فرصه زياده بعد تعادل بيراميدز النهارده، ان انت لو تعادلت حتى مع سيراميكا تاخد الدوري. يا ريت ما تخافش. وقبل ما افكر في ماتش سيراميكا، انت عندك ماتش مهم بره جدا مع اتحاد العاصمه. الصح بتاع الماتش ده ان انت تعمل ضغط من نص الملعب. احنا عندنا الفرقه ما بتعرفش تعمل ضغط عالي. انت بتضغط بخمس لعيبه او ست لعيبه، ثلاثه بس اللي بيضغطوا واثنين بيكسلوا. وفي الضغط العالي لو لعيب واحد كسل باظ الضغط.